أكبر وهم بيعيشه المدير الجديد إنه لازم يثبت هيبته بالعين الحمراء. أول ما يستلم الكرسي ويفوت على المكتب بيبدأ يوزع أوامر ويغير سياسات ومفكر هاد هو النجاح. تخيل معي هالموقف، ماهر شاب مجتهد ومطور شاطر ترقى وصار مدير القسم. بأول 90 يوم إله وبدال ما يسمع لفريقه قرر يفرجيهم مين هو المدير، والنتيجة 3 موظفين من الركائز الأساسية قدموا استقالتهم بجمعة واحدة والشغل وقف. هون بيجي السؤال الأهم، شو الغلطة الحقيقية؟ الغلطة مو بالترقية، الغلطة بمتلازمة المنقذ المفاجئ. ودائما المدير الجديد بفكر انه مطلوب منه يثبت جدارته بانه يكسر القديم، فبيوقع ب3 مطبات. الاول بتلاقيه عم يحكي اكثر ما يسمع وبيدخل بقرارات ارتجالية بدون ما يفهم الواقع، والثاني بيتعامل بفوقية مع رفقاته القدماء فبيتحول من زميل محترم لعدو مستبد. الثالث بغير السياسات دفعة واحدة فبيعمل صدمة وثنائية مقاومة التغيير بالفريق. السر اللي ما حدا بيقول لك اياه بالإدارة، بأول 90 يوم أنت مو جاي لتصلح الشركة، أنت جاي لتكسب ثقة الناس اللي رح تصلح معك الشركة. يعني بالمشرمحي لا تعمل حالك بطل خارق من أول يوم، لأنه الكرسي لساته عم يتعرف عليك وعم يهز تحتها. الهيبة يا حضرة المدير بتنبنى بالاحترام والنتائج، مو بالصوت العالي والمعاملة الجافة. إذا ترقيت من جديد أو بتعرف مدير عم يمر بهالمرحلة، احفظ الفيديو وشاركه معه.